خليني اقول ان الفيديو ده بعنوان يا ريت كلنا نستحمل بعض في الفيديو ده بالذات، لانه انا المايك بتاعي بايظ، فمش عارفه اسجل بيه خالص. يعني حاولت كتير بس معرفتش، فنستحمل بعض في فكره الصوت ده. خلينا نتكلم الاول عن المشكله الاهم اللي انا جايه اتكلم عنها النهارده، وهي مشكله التشتت. يعني انا قابلتني المشكله دي وانا في مرحله ثانويه وما بعدها، ولكن انا حاولت اشوف واسمع فيديوهات واشوف نصايح ناس اكبر مني في الفكره دي. فانا جايه دلوقتي اقول ايه الحاجات اللي انا عملتها ونفعت معايا، وان شاء الله باذن الله تنفع معاكم انتوا كمان. اول حاجه، انا عشان اعالج اي مشكله انا كشيماء بمشي فيها بفكره انه انا لازم اعرف ايه سببها الاول، ثم بعد كده اروح اعالجها. فنبدأ كده في إحدى الأسباب اللي ممكن تكون موجودة. أول سبب مثلا ممكن يكون سبب الموبايل اللي في إيدك ده، وهو إنه الموبايل اللي أنا بسمع عليه الفيديوهات أو المحاضرات هو نفس الموبايل اللي أنا بستخدمه علشان عليه تطبيقات أو بكلم صحابي أو كده. فأي إشعار ممكن يجي هيعطلني، هيخليني إن أنا أطلع من الفيديو وأروح أسمع أو أشوف يعني هما باعتين لي إيه. فأول حاجة أنا المفروض إن أنا أعملها أستخدم موبايل تاني، أو كلنا أعتقد عندنا تابلت، فنستخدم التابلت في السماع الشرح بعيدا عن الموبايل بتاعنا الخاص تماما. دي أولا. تاني حاجة مهمة جدا وهي تنظيم المكان اللي أنا قاعد فيه، يعني بيئة التعلم اللي أنا موجود فيها. المفروض إن أنا أبقى قاعد في مكان هادي، الإضاءة بتاعته إلى حد ما كويسة، أنا الباب مقفول عليا الله يخليك، عشان الحتة دي مهمة قوي. وبلاش بقى فكرة الناس اللي هي إيه، نسيب الباب مفتوح والضيوف اللي جاية واللي خارجين عندي بيشوفوا أنا بعمل إيه وبذاكر إيه. الباب بتاعي بيكون مقفول. أي حاجة بفكر بعقلي الباطن كده إن أنا بقوم أجيبها أثناء سماع المحاضرات أو أثناء سماع الشرح، ياريت تبقى جنبي. مثلا إيه، مقولش إن أنا أقوم أجيب مية وأجي، أنا أقوم أجيب شاي وأجي، لأ، حضرتك حاجاتك موجودة جنبك من قبل ما تبدأ أصلا. طيب، تالت حاجة ودي مهمة جدا عندي، وهي تدوين الكلام اللي بيتقال في الفيديو. يعني ايه تدوين الكلام اللي بيتقال في الفيديو؟ يعني انا مثلا دلوقتي بسمع المحاضرة التالتة ايا كانت المادة بتاعتي، انا معايا الكتاب، انا معايا الكشكول اللي موجود معايا، الاتنين موجودين جنبي، انا بسمع وشايف الكلام اللي بيتقال، وابدأ ان انا اخطط على ايه المهم وايه اللي مش مهم. ابدا اضيف الملاحظات اللي المستر بيقولها او اللي الدكتور بيقولها في الفيديو، ابدا اكتب ورا. فانا هنا في الحاله دي انا بشغل ايدي وبشغل عقلي، بشغل جسمي، انا مشغول في حاجه موجوده قدامي، انا مش مجرد كرسي قاعد بيتفرج على الفيديو اللي موجود، لا خالص، ده انا كمان بشتغل والمدرس اللي قدامي بيشرح. فمهم قوي 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 الحته دي، ان انا لازم اكون مشغل نفسي ومشغل ذهني قدام الفيديو. ديت ليها اسباب كتيره حلوه قوي، ان انا هبقى مركز في كل حاجه بتتقال، مش مجرد ان انا قاعد بشوف وخلاص. طيب، تاني حاجه برضو كويسه خالص، ان انا وانا يعني بعد ما سمعت بقى جيت انا اذاكر مع نفسي، هلاقي نفسي بعمل ايه، افتكر ده انا فعلا كتبت الجزء ده ورا الدكتور، او ساعتها انا كتبت الجزء ده ورا المستر، لا فانا فاكر هو قال ايه في الحته دي، وفاكر رياكشناتي وما الى ذلك. الموضوع هيكون كويس جدا لو انا مشيت على الخطوه دي، يمكن تكون من اهم الخطوات في كل الكلام اللي انا ممكن اقوله. رابع حاجه وبرضه بسميها حاجه مهمه جدا، وهي ان انا بكون مهيئ جسدي ومهيئ ذهني للشرح اللي انا قاعد عليه. يعني قبل ما ابدا لازم اخد نفس عميق، لازم اسال نفسي هو انا جاي هنا اسمع الشرح ده ليه، لازم اكون محدد هدف من كل حاجه انا بعملها. فانا جاي اسمع الشرح ليه؟ عشان انا ورايا محاضره النهارده لازم اخلصها، فمفروض ان انا بكون محدد وعارف كل حاجه ليها هدف هي موجوده عندي او انا بعملها اصلا ليه. طيب، برضو الحته المهمه ان انا بكون مهيئ جسدي ازاي، ان انا بكون محدد عدد ساعات النوم بتاعتي من 7 ل 8 ساعات، من 11 بالليل لحد 5 الصبح او لحد الساعه 6. ده كويس جدا لو انا مشيت عليه بس مجرد 3 ايام، هلاقي نفسي اتعودت على السيستم اللي انا عامله لنفسي ده، وبالتالي هيكون حاجه جميله جدا جدا جدا. طيب، فانا لما اكون منظم نفسي او انا عارف عدد الساعات اللي انا بنامها يوميا، انا لا احس ان انا عايزه انام
ولا هاحس إنه أنا حاسس بعدم تركيز، ولا ممكن أنام في نُص المحاضرة وأنا باسمعها ولا الكلام ده كلّه. ليه؟ لإن أنا عقلي وجسمي مُهيّئين ومسستمين نفسهم على الحاجة اللي أنا باقولها دي، إنه أنا من 7 ل8 ساعات أنا بانام يومي. طيب، برضه من بعض الحاجات اللي أنا باشوفها يعني ضرورية ومهمة، فكرة إنه أنا ما ابقاش حد مُشتّت، إن أنا من جوايا وإرادتي بإرادة نفسي أنا مش عايز أشتت نفسي. أنا كشخص قاعد بيسمع الشرح، أنا شخص مسؤول، أنا مطالب مني خلال فترة معينة اللي هي مثلا من 5 ل6 ساعات يوميا أنا بذاكر فيهم، إن أنا أكون مخلص المحاضرة اللي موجودة عندي، أو أنا المفروض أكون مخلص المذاكرة اللي موجودة عندي. ففكرة إني أكون حاطط في دماغي إن أنا شخص مسؤول لوحدها كافية جدا، إنه أنا لا أحس بتشتت ولا أحس إن أنا عايزة أنام ولا الكلام ده كله. برضه من الحاجات المهمة عندي إن أنا أكون بشرب مية كتير، يعني إزازة المية موجودة عندي على المكتب، عشان بلاش بقى زي ما قلت في أول الفيديو إن أنا أقول أنا هقوم أشرب واجي مش عارفة إيه وأضيع وقت والكلام ده.